Hello everybody, today we'll talk about the formation of the sentence in English. تكوين الجملة في اللغة الإنجليزية. الجملة في الإنجليزي بتتكون من 3 حاجات. تتكون من subject, verb و object. السبجكت أو الفاعل يا إما pronoun أو ضمير أو proper noun. البروناون زي I وهي وشي وإت ووي وذي ويو. أما البروبر ناون أو اسم العلم زي أحمد، علي، منى، منصورة، دي كلها proper nouns أو اسم علم. الفيرب برضو نوعين، يا إما مساعد يا إما أساسي. المساعد زي am و is و are، والماضي بتاعهم was و were، وعندي كمان has و have و had، دي كلها أفعال مساعدة. الفعل الأساسي زي play، watch، wash، go، run، دي كلها mean verbs أو أفعال أساسية. أما الأوبجكت هو الاسم الذي يقع عليه الحدث. على سبيل المثال أقول I am أحمد، أنا أكون أحمد. هنا I ده فاعل ضمير، عندي هنا am ده فعل بس فعل مساعد، وأحمد هو المفعول به أو الأوبجكت. عندي أحمد plays tennis، يعني أحمد يلعب كرة التنس. أحمد هنا فاعل بس فاعل اسم علم، وبلايز ده فعل بس فعل أساسي، وتنس هنا هي المفعول به. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعملنا لايك وسبسكرايب. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.